النهاردة هنعمل البيتزا السايلة بطريقة جميلة ولذيذة وسهلة جدا جدا في التسوية. يا دوبك كده بتحطيها في الطاسة وبتبقى جميلة ولذيذة، وأحلى حاجة فيها إنها بتستوي من على البوتاجاز، وأحلى حاجة فيها إن هي سهلة جدا وتسويتها بتبقى زي العسل. ما شاء الله، بجد بجد طريقة حلوة. ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ إيمي البسيوني. تعالي بقى كده لو انت جاية من الشغل مستعجلة زي حالاتي، تعالي اعمليها بسرعة كده وأكلي الولاد وانجزي. هنجيب كوباية كده من اللبن، يعني مش كوباية، أنا حطيت نص كوباية، بيضاية، ملح، فلفل، حطيت معلقة من الخميرة، معلقة من البيكنج باودر، وحطيت شعرة من الزعتر، وقلبت كويس جدا. مع نص كوباية اللبن حطيت كمان حبة من الموتزاريلا، نوع كويس بيمط ويبقى جميل. بعدين كده زي ما انت شايفة رحت حاطة حوالي 3 معالق من الدقيق. ابتديت هنا الكم اللي انا عملته دول هيعمل لي طاستين اتنين، واحدة صغيرة وواحدة كبيرة. هنا حطيت معلقة زيت. ما شاء الله، بجد بجد طريقة جميلة جدا. الطاسة سخنة، حطي يا دوبك معلقة الزيت تحت، انزلي بيه القوام بتاعك، وابتدي بقى حطي الحباش اللي انت عايزاها. يعني حبة طماطم، فلفل، معلقة لحمة مفرومة، فلفل ألوان، ادي حتة لانشون، واحدتين بسطرمة، ادي جبنة تركي. وبعدين حطي بقى الموتزاريلا، وحطي زيتون اسود. بجد بجد جميلة ولذيذة، وتسويتها سكر عسل. بجد بجد حلوة قوي، عجبتني قوي لانها سهلة جدا وتسويتها حلوة قوي. ما شاء الله، بجد بجد بتبقى شبه عجينة الكريب، او القوام بتاعها عامل كده زي ما يكوني بتاكلي كالينولي. جميلة ولذيذة. وبصي شكلها مبهر ازاي. حبيبة قلبي، بحبك في الله كتير. ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ايمي البسيوني. لو انت عايزة اي وصفة اكتبيلي في التعليقات. ما شاء الله، بجد جميلة وخطيرة ومشبعة جدا، وممكن تضاعفي الكمية وتعملي للولاد كلهم. ما شاء الله، وتعملي على حسب عدد أفراد أسرتك، واعملي الحشوة دي زي ما انت عايزة بقى. حبيبة قلبي، سيبك في حفظ الله. باي باي.